السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. يلا بينا قبل ما نبدا الفيديو ده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير وهنا وسعاده يا رب. يلا بقى بينا. النهارده الفيديو مختلف شويه، احنا جايبين شويه طلبات للبيت وكمان حاجات لرمضان للشقه. هنشوفها مع بعض. جايبه شويه حاجات بجد قمر. والحاجات اللي انا فاكره اسعارها هقول لكم اسعارها عامله ايه. بجد يا جماعه الحاجات هتعجبكم جدا. يلا بينا نشوف جبنا ايه. هنفتح الشنط كلها مع بعض ونشوف جواها ايه. هنبدأ الأول بحاجة رمضان وبعد كده هنبدأ بقى بالحاجات اللي احنا جبناها للخزين وكده. يلا بينا نفتح الشنط مع بعض. طيب يا جماعة، أول حاجة جبناها هو المفرش ده للأكل في رمضان للسحور أو أي حاجة. بجد حلو قوي. بصوا حجمه كبير جدا. شايفين يا جماعة؟ خامته جلد وخامته حلوة جدا. آه حلوة قوي لرمضان، وعليه أشكال فنانيس كده، ومكتوب عليه رمضان كريم. شكله تحفة تحفة تحفة. وده عامل 70 جنيه بس. نوع يا جماعة من الجلد النظيف اللي انتي يعني هتحطي عليه الاكل وهتمسحيه هينضف جدا ومش هيبقى فيه اي حاجة. فده حاجة حلوة جدا وعجبتني فيه. تاني حاجة معانا جبناها النهاردة، جبنا الفانوس بتاع ايكيا دوت. انا جايباه الهدف هحطه في رمضان، وبعد كده انا جايباه بقى للعيد عشان هعمل فيديو كور معين في العيد. طبعا الحاجات اللي انا جبتها للعيد هوريها لكم ان شاء الله برضو في فيديو تاني. جبت الفانوس ده وجبت معاه الشمعة دي بتنور كده. بصوا، وهنفتح كده فانوس وهنحطها جوه. وده بقى شكله حاجة كده جميلة جدا 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 يعني. الفانوس ده يا جماعة سعره 75 جنيه، والشمعة اللي جوه ب20 جنيه. بجد جميل قوي. جبت كمان الدلاية دي يا جماعة، هتتحط على باب الشقة كده. ده شكلها. هحطها على باب الشقة او هعلقها في اوضة من الاوض، لسه مش عارفة هحطها فين طبعا. وانا بفرش الشقة هوريكم هنعمل ايه مع بعض برضه. وجبت حبل الزينة ده عشان انا مش عايزة اكتر زينة قوي، عشان هي الحاجات دي بتلم الدبان وبتلم الحاجات دي عليها، فانا مش عايزة كده. جبت هو حبة واحد كفاية. وبعد كده جبت بقى انوار. بصوا، شايفين فرع النور ده؟ برضو الحاجات دي انا جايباها لديكورات معينة هتنفعني في رمضان وبعد كده هتنفعني في العيد. هوريكم شكلها دلوقتي وهي بتنور بس في اخر الفيديو. وجبت كمان حبلين النور دول. الحبل الابيض ده كبير جدا، ممكن احطه على الستاره. والحبل ده برضو كبير. هشوف انا هعمل بيهم ديكور ايه برضو. واحنا مع بعض هنشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. جبت الميداليه القمر دي. بما ان رمضان فاحنا لازم بقى نغير كل حاجه. الميداليه دي جميله جدا. جبت دي كمان حرف الام. جبت الفانوس ده لابني. الفانوس ده يا جماعه بيغني رمضان، وكمان في مكان فيه بتدوسي عليه بيبقى بيقلب اغاني عادي للعيد والحاجات دي، فيمشي الاتنين ان شاء الله. بجد شكله عجبني جدا وحلو قوي، شكله شيك كده وهو ينفع ولادي قوي. جبت كمان الميداليه بتاعت فلسطين دي. يا جماعه ما تقوليش بتكتري في الميداليات ليه، انا بشيل الميداليات عشان انا بحب اغير الميداليات بتاع المفاتيح كل شويه. وهي اسعارها مش غاليه يعني، دي ب10 جنيه. والاتنين التانيين كل واحد تقريبا ب10.
جبت الزينه دي يا جماعه، الزينه دي للشارع، انا مشتركه انا وجيراني، هنجيبها مع بعض وهنعلقها بقى في الشارع ان شاء الله. لو عرفت اصور لكم واحنا بنعلقها برضو هصور لكم، وبكده دي تكون حاجات رمضان. في حاجات تانية انا جايباها بس شايلاها للعيد، ان شاء الله برضو هوريها لكم في فيديو تاني لما اكمل الحاجات الباقيه. الفانوس ده عجبني جدا، وكمان فانوس ابني. الانوار بقى طبعا تحفه تحفه تحفه. هعمل لكم الانوار دي في اخر الفيديو، هوريكم الاضاءه بتاعتها. دلوقتي بقى ممكن نشوف الحاجات بتاعت خزين رمضان. ممكن نخليها في فيديو تاني لو حابين. طبعا الحاجات دي الحاجات كلها بتاعت رمضان اللي انا جبتها. هنفرش الشقه برضو، هنعمل ديكوريشن مع بعض، هنعمل الديكور بتاع رمضان مع بعض ان شاء الله. هنشوف هنعمل ايه بحبال النور والفانوس والحاجات دي كلها لما نفرش الشقه ان شاء الله. هنحطها مع بعض. دول كده الحاجات اللي انا جبتها ان شاء الله. في كمان شفشق جبته، ثواني اوريهولكم. ده يا جماعه هو شكل الشفشق. برضو رمضان كريم، لازم عشان رمضان لازم نغير كل حاجة. انا بالنسبة لي الشهر الكريم ده لازم يبقى فيه تغيير في الشقة وحاجات كده. ودخلة العيد برضو، يعني انا مش بعمل للعيد بس، لازم دخلة رمضان دي تكون مختلفة في الشقة كلها. آه، بجد الحاجات دي جميلة جدا ومش غالية خالص، حاجتها في متناول الأسعار، وحاجتها أسعارها كويسة، مش حاجات غالية جدا يعني. يعني على قد ما الحال، وممكن أي حاجة تجيبيها تغيري بيها الديكور بتاع الشقة، حتى لو حبل نور واحد هتعرفي تغيري في شكل الشقة. بجد الحاجات جميلة، وكل سنة وانتم طيبين. بجد يا جماعة احنا ممكن نجيب بقى نعمل فيديو تاني عن الحاجات التانية بتاع خزين رمضان، يعني نخلي الفيديو ده الحاجات العساسية القمر دي، ونعمل فيديو تاني للحاجات التانية. ممكن دلوقتي اوريكم حبال النور وهي بتنور. بصوا يا جماعة الاضاءة، الحبل ده تحفة 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 بجد. شايفين يا جماعة؟ هنعمل فيديو كور حلو جدا في الشقة. بصوا كل الانوار بجد جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعله شهر خير وبركه وسعاده على الكل. وربنا يعني يهون الفترات اللي اهلنا في غزه عاشوها، ويعدي عليهم الايام دي، ويرزقهم الراحه راحه البال يا رب، ويبعد عنهم الوحش كله. بجد بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. انتظروني في فيديوهات تاني كتير ان شاء الله، واحنا بنفرش الشقه، واحنا بنعمل الديكور بتاع الشقه، وهوريكم كمان الطلبات اللي انا جبتها للبيت. هنشوف فيديوهات كتير جدا مع بعض، انتظروني. باي.